الزمالك. امبارح بعد الهزيمه امام النادي الاهلي بثلاثيه دعا رئيس النادي الى جلسه طارئه وعاجله، وكان معروف انه القرار هو اقاله فيريرا. البعض تدخل، اللي عرفته او اللي سمعته انه السيد امير مرتضى منصور هو اللي قال نهدى شويه، يعني هو اللي طلب تأجيل والهدوء والتريث، وهو من أنصار استمرار فيريرا. فقال لك طيب نأجل لحد النهارده. يعني بالفعل النهارده الظهر أو العصر عقد مجلس الإدارة اجتماع مطول، وكل واحد اتحطت قدامه ورقة اكتب رأيك ايه في موضوع فيريرا، يقعد ولا يمشي. فلما جمعوا الورق فلقوا الكل اجماع رحيل فيريرا، لكنه تاني جه صوت تاني قال لك طيب ما تدوله فرصه 3 مباريات القادمه في الدوري العام، وخلاص دول نهايه الدور الاولاني وبعدها ناخد القرار، خصوصا انه الشرط الجزائي بيفوق ال 500,000 دولار، تتكلم في رقم وقدره يعني. يعني تغلب او تفوق الرأي اللي ندي للراجل فرصة 3 ماتشات، وفوضوا كابتن جمال عبد الحميد والأستاذ خالد لطيف للتفاوض مع الرجل. يعني اللي ما يعرفش فيريرا كويس لازم ياخد باله انه هو رجل ذو شخصية قوية، وانه رجل عنيد. يعني هو الراجل ده اللي في دماغه هو اللي بيعمله، هو لا محتاج فلوس ولا عنده مشكله ولا عنده حاجه خالص في المواضيع دي، وهو الراجل ما بيحبش غير الاحترام بس، يعني تحترم عملي وتقدرني، انا مش عايز منك اكتر من كده يعني. فموضوع انه يجيبوا بديل دلوقتي اجنبي ده بقى مستحيل، هتجيب امتى والدنيا والحدوته ومفيش توقفات. فخلاص مستر فيريرا، وانا اكن له كل احترام بصرف النظر انه بيخطئ في مباريات، ان الزمالك مفس من بدايه السنه او بتحصل عادي يعني، والفرق مش كبير على فكره، 8 نقاط ولا في مشكله، ولسه هنا هيخسر وهنا هيخسر. وافتكروا كلامي، واذا الاهلي ما خدش الامور بجديه ممكن يتكرر معاه اللي حصل السنه اللي فاتت. الاهلي كسبان الزمالك 5-3 السنه اللي فاتت في الدور الاول وخسر الدوري العام، وكان وسع الفارق برضه يعني. فبرضه قال لك ايه، نشوف المدربين المصريين. ناس اقترحت خالد جلال وناس اقترحت، لكنه الاسم اللي بقى عليه اجماع هو كابتن كابتن اسامه نبيه. فاسامه نبيه في حاله رحيل فيريرا هو اللي هيبقى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك حتى نهايه الموسم، وطبقا للنتائج ممكن ينجح وربنا يكرمه ويكمل، ممكن ما ينجحش يمشي، وهكذا يعني. تحصل القصه، هيشوف الدنيا شكلها عامل ازاي. لكن الجديد بقى انه اتقال اسم باتشيكو، وباتشيكو عقده مع بيراميدز حتى نهايه الموسم. فاحدهم يعني قال لك ايه، باتشيكو ده حبيبي وانا ممكن اجيبه مع نهايه الموسم وما عندناش مشكله فيه يعني. بس باتشيكو بيعيش ايام جميله مع بيراميدز يعني. لكن القرارات اللي صدرت عن الاجتماع، القرارات الرسميه كانت كالاتي: بالاجماع رفضوا قبول استقاله امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره بالنادي. قدموا شكوى الى رابطه الانديه ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي. طالبوا نادي الاتحاد السكندري بقطع اعاره محمود علاء وانه يرجع في الانتقالات الشتويه الجاريه. قطعوا اعاره شبانه الى سموحه وعودته الى النادي وعايزينه بكره، مع انه عنده ماتش بعد بكره مع بيراميدز. والاعلان عن 3 صفقات جديده خلال انتقالات يناير. بس نقف بس عند الصفقات الجديده. مين اللي هيحاسب على الطلبات القديمه؟ مين اللي هيحاسب على صفقه زكريا الوردي اللي رحل، وعلى ابراهيم انداي الذي لم يشارك حتى هذه اللحظه؟ هقول لكم بالظبط انضم امتى ولعب قد ايه. هو لعب شويه في مباراه سوبر لوسيل، ولعب في الدور التمهيدي في بطوله افريقيا وسجل هدف واختفى بسبب الاصابه يعني.
قولوا لنا هيرجع امتى او هيلعب امتى، لانه جماهير الزمالك بتتساءل. هي دلوقتي ما عندهاش لعيب اسمه ابراهيم انداي. هل هو مصاب اصابه طويله؟ وانا قلت لك قبل كده مفيش اصابه اسمها اصابه مزمنه، لكن اصابه طويله. هل عنده مشكله في العضلات؟ هل عنده مشكله؟ قولوا لنا القصه، لانه الغياب طول جدا. هو بيتمرن بقاله فتره يعني. هل هيتم الدفع بيه في المباريات القادمه؟ ده سؤال مهم جدا يعني. سامسون اكينولا دلوقتي بدا يقول لك انه فيريرا وافق على كل الصفقات برضو. لما اتكلمت على زكريا الوردي الناس زعلت وغضبت وازاي وبتاع وطلع. يا عم انا بقول لك واقع. ما الناس هرت النادي الاهلي في بيرستاو، وهرت النادي الاهلي في ميكوسوني، والنادي الاهلي تحمل ويعني تقبل النقد. يعني هو كل الناس ما قابله للنقد يعني. صفقتين ما حسناش بيهم حتى هذه اللحظه. انا ابراهيم انداي بيعجبني على فكره كلاعب، وعنده سرعات، والشويه اللي لعبه قدام لوسيل ما كانش وحش يعني. بس طول قوي يعني، طول بشكل يخض. على فكره الزمالك دلوقتي بيتكلم على ناصر منسي، ولا يوجد مانع لدى الناس في البنك الاهلي، في اداره البنك الاهلي، انه يعيروا او يبيعوا ناصر منسي الى نادي الزمالك. انا عايز اقول لك بس ابراهيم انداي لعب مع الزمالك 211 دقيقه، 3 مباريات، مباراتين بشكل اساسي، سجل هدف وصنع هدف منذ ان انضم من بدايه الموسم للزمالك. سامسون اكينولا لعب 311 دقيقه في عدد 10 مباريات، ولعب اساسي مباراه واحده، ولم يسجل سوى هدف وحيد حتى هذه اللحظه. عشان ما تقعش في نفس الاخطاء لازم تفكر كويس قوي في اللي جاي هيبقى شكله عامل ازاي. تجيب لعيب بحجم وقيمه نادي الزمالك، لانه طلع المسؤولين الكبار في الزمالك وابوكا وخلصناه وبنزف البشرى لجماهير نادي الزمالك، فوجئنا ان ابوكا في اهلي طرابلس. واحد صديقي صحفي اعلامي محترم يعني بينتمي لنادي الزمالك، هو كلمني قال لي ابوكا مش هيجي الزمالك. قلت له لا، قال لي ابوكا مش هيجي الزمالك. لكن هذا حدث.